بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشرح بهاي السلسلة من الفيديوهات كيف نصمم قاعدة بيانات مستشفى وكيف نكتب ال SQL كود لاستخراج بيانات مهمة، مثلا المواعيد، المرضى، الأقسام الموجودة بالمستشفى وغيرها من المعلومات. وراح نركز بهذا الفيديو على انه كيف نرسم الديزاين او التصميم اللي احنا سويناه عن طريق الاونلاين تول اللي اسمه داتابيس دايجرام. فخلي نبدي نرتب افكارنا. اول شيء يجب انه نفهم شنو معنى الانتيتيز والاتريبيوتس. الانتيتيز هي بالحقيقه الجداول اللي احنا راح نحتاجها بهذا الديزاين مالتنا، مثلا مثل ما تشوفون الاقسام، الاطباء، الابوينتمنتس اللي هي المواعيد، البريسكريبشن الوصفات الطبيه، الاجنحه الموجوده، الادميشن يعني وقت خروج دخول المريض، وايضا سجلات المرضى نفسهم. اما بالنسبه للاتريبيوتس فهي خلينا نقول الاعمده الموجوده في كل جدول. يعني مثلا أنا شنو اللي أحتاجه بهذا الديبارتمنت؟ أحتاج اسم الديبارتمنت، وأحتاج إنه هو موجود بأي طابق، ولازم يكون عندي في كل جدول فشي اسمه المفتاح الأساسي أو ما يسمى بالبرايمري كي، وهذا هو هوية كل ريكورد. شنو معنى الريكورد؟ اللي هو السطر، اللي هو البيانات اللي راح أدخلها. مثلا دخلت قسم الأطفال لازم يكون رقم 1، دخلت الباطنية رقم 2، دخلت القلبية 3، فلازم أنطي فد رقم وحيد فريد مختلف عن القسم الآخر حتى يميزه. ويجب أنه يكون دائما البرايمري كي ما يجب أنه يكون نل أبدا، يعني دائما لازم تكون بيه فد قيمة. هذه هي من القيود اللي أضعها على قاعدة البيانات. زين، فهذا التصميم اللي هو الاتريبيوتس وعدد الجداول اكيد راح يكون مختلف من مستشفى لمستشفى، اعتمادا على متطلبات كل مستشفى، انه هي شنو عندها الاشياء اللي تريد خلينا نقول انه اوفرها اني بقاعدة البيانات بالنسبة للتصميم مالتهم. زين، فيجب انه احدد مثلا ايضا كل طبيب شنو احتاجه، احتاج اسمه، احتاج تخصصه، احتاج هو وين يعمل، وهكذا بالنسبه للمواعيد، بالنسبه للبريسكريبشن اللي هي خلينا نقول الوصفات الطبيه وغيرها من البيانات. بعد ما اني حددت كل هاي الامور، طبعا لازم ايضا اكون دقيق باختيار نوع البيانات اللي راح اخزنها. مثلا هنا فار كاركتر شنو معناها؟ معناها انه اني احتاج للاسم خلينا نقول لانه هو تكست معناها نص، فأحتاج وهذا النص يكون متغير، فإذا متغير يعني طوله متغير مو ثابت. قد يكون اسم 10، أحتاج ب10 أحرف، قسم 20 حرف، وهكذا. فإذا أنه أفضل شيء استخدم هذا نوع البيانات. بينما هنا إذا تلاحظون بالوصفة الطبية أكو فد شيء اسمه الانستركشن اللي هي التعليمات، استخدمت تكست. ليش؟ لأن هذا إذا كان عندي فد نص طويل فأفضل أنه استخدم التكست ما استخدم الفار كاركتر. الديت تايم مثلا الوقت مال الموعد مال الابوينتمنت باي وقت، استخدمت هذا نوع البيانات ديت تايم. ادمت ديت يعني شو وقت دخل المريض للمستشفى، استخدمت ديت. شو وقت طلع الديسشارج ديت، وهكذا. فيجب انه احدد ايضا انواع البيانات واكون دقيق باختيارها. زين، الان خلينا نشرح شنو الفرق بين البرايمري كي والفورين كي. احنا بالحقيقه شرحنا البرايمري كي وقلنا انه هو يعني يمثل هوية كل ريكورد، بس حتى نشوفه مثلا ناخذ هذا المثال. هذا هو الجدول اللي يخص الديبارتمنت. هذه الكارديولوجي مثلا اللي هو اللي يمثل خلينا نقول القلبية، موجود بهذا الطابق. انطيته الاي دي مالته، هويته هو 1، ما ممكن انه مرة اخرى يكون الواحد موجود. هذا الواحد يظهر مرة واحدة فقط. اما بالنسبة للفورين كي هو شنو معناها؟ هو صلة أو الربط اللي راح أربطه بين هذا الجدول وجدول آخر. يعني شنو معناها؟ أنا راح أربط هاي الجدولين عن طريق البرايمري كي اللي موجود بهذا الجدول. لاحظوا يعني الفورين كي هو البرايمري كي مال جدول آخر. يعني هذا الديبارتمنت اي دي هو بالحقيقة كان برايمري كي بالديبارتمنت، هو فورين كي بالنسبة للدكتورز. زين، هذا هل ممكن انه الديبارتمنت اي دي هل ممكن انه يتكرر الفورين كي؟ نعم ممكن انه يتكرر. لاحظوا هنا أنا عندي هذا الديبارتمنت اللي هو 1 بالحقيقة يشتغلون به أطباء 2، فإذا هاي العلاقة اللي تربط الديبارتمنت بالدكتور هي 1 to many، ودائما ال1 هي تكون بجهة البرايمري والماني تكون بجهة الفورين كي. ليش؟ لأنه قلنا الفورين كي ممكن أنه يكون موجود يتكرر أكثر من مرة، بينما هنا لا، مرة واحدة يكون موجود. فإذا
هذه هي ال1 to many. زين، هل ممكن انه الطبيب يشتغل في اكثر من ديبارتمنت؟ بهيجي حالة إذا الديبارتمنت يحتوي على أكثر من طبيب والطبيب يشتغل ممكن بأكثر من ديبارتمنت، فهاي العلاقة يجب أن تكون many to many، وما ممكن أن تكون علاقة مباشرة، لكن ممكن أن تكون عن طريق جدول وسطي اللي يسموه junction table أو association table. هذا الجنكشن table راح يحتوي على البرايمري كي مالتهم اثنيناتهم، ويمثل هو foreign key بالحقيقة، ولاحظوا العلاقة هي many ومني، هذا يربطهم اثنيناتهم. لكن البرايمري كي مال هذا الجدول يسمى الكومبوزيت برايمري كي اللي هو مركب. يعني معناها شنو؟ معناها لاحظوا اللي هو هذا هو الجدول مالتي اللي هو الجنكشن تيبل، هذا اللي أنا هسه أشر عليه. الواحد واحد ما ممكن إنه تتكرر مرة أخرى، ممكن أشوف 1 3، ممكن أشوف 3 1، بس ما ممكن أشوف 1 3 مرتين أو 1 1. يعني هذا الكومبينيشن مع بعض ما ممكن أنه يتكرر. هو هذا البرايمري كي مالتي، هي هاي العلاقة many to many. طبعا أنا موجود بالجداول مالتي علاقة many to many اللي هي الأطباء بالمرضى، لأن ممكن أنه كل طبيب يكون عنده أكثر من مريض، وممكن كل مريض يكون عنده أكثر من طبيب. وين كان الربط بيناتهم؟ عن طريق الابوينتمنت تيبل اللي هو المواعيد. هذا هو الجنكشن تيبل، او خلينا نقول يعني الاسوشيشن تيبل اللي هو الوسطي اللي يربط بيناتهم. كيف؟ لاحظوا البيشنت اي دي هو بالنسبه وين موجود؟ هو موجود بالبيشنت ديبارتمنت كبرايمري كي، موجود هنا كفورين كي، ونفس الشيء بالنسبة للدكتور اي دي. فإذا هو رابطهم اثنيناتهم عن طريق هاي العلاقة. فبعد ما فهمت هاي العلاقات وكيف ال1 to many الماني تو ماني وال1 to many، فجدا سهل علي انه راح ارسمها. لاحظوا الابوينتمنت انربط بالبيشنت، وين انربط بعد؟ انربط بال بريسكريبشن. لاحظوا هنا بالنسبة للبيشنت انربط ايضا بالابوينتمنت. دائما هاي الجهة قلنا هي جهة خلينا نقول البرايمري كي دائما هي 1، بالنسبة لهاي الجهة هي many. فبعد هذا انه صار علي جدا سهل، خلينا نقول انه اني رسمت العلاقة بيناتهم. هاي إذا كان عندي امتحان وكان مطلوب من عندي إنه أرسم العلاقات سواء 1 to 1 أو 1 to many. أما إذا كان عندي بروجكت وأني أهم شيء عندي هو إنه أكتب خلينا نقول الاس كيو الكود مالتي، فأفضل شيء حتى أشوف الشكل مال الداتابيس كلها إنه أستخدم الانتيتي ريليشن شيب دايجرام تول. بس قبل ما أستخدمها يجب إنه أكتبها بالكود اللي يفهم هذا التول. طبعا هذا الكود هو يشبه الاس كيو ال بس هو مو نفسه. يعني هنا أنا مجرد انه انطي اسم تيبل، انطي تيبل نيم مالتي، البرايمري كي يجب انه اضعه بين قوسين واكتب له بي كي معناها برايمري كي، والفورين كي كل فورين كي اشوفه لازم اضع بين قوسين واقول له ريفرنس للجدول اللي هو جاي من عنده، وهكذا. بعد ما كل هذه اكتبها اروح للجوجل واسوي نيو تاب، هذا النيو تاب، واكتب هنا داتابيس دايجرام دي بي دايجرام. راح يطلع مثلا مرات يكون اول واحد هنا بالنسبه لي. طبعا هسه اني اول شيء هو راح يقول لي كرييت يور دايجرام، لانه انا عندي اكونت وعندي دايجرام راح مباشره ياخذني للدايجرام الموجود. بالنسبه لكم تروحون على نيو دايجرام، بما ان وتبدون تكتبوها نفس الكود اللي انتم شفتوه هسه بالسلايدات. هذا هو الكود اللي انتم شفتوه بالسلايدات، تبدون تكتبون هنا. بما انه اني كلها يعني كاتبتها فراح اسوي كنترول في مباشرة. هو بس اقول له كنترول في راح تشوفون انه يرسم لي اياها ويجيبها، والعلاقات مالتي اصبحت خلينا نقول جاهزة وواضحة. مجرد انه لا تنسون انه تفتحوها حتى تشوفون بهالشكل هذا، حتى تشوفون كل جدول كيف مربوط، لانه يعني هاي اللاينات تكون مرات واحد فوق الاخر فشوية ما تكون واضحة. فإذا هذا هو أول فيديو، انتظروني بالفيديو القادم. راح نبدي نعبي بياناتنا، نعبيها بقيم حقيقية، ونبدي نكتب الاس كيو ال، وبعدين بالفيديوهات القادمة نبدي نسوي استعلام. فإذا كان هذا الفيديو بالنسبة لكم مفيد فلا تنسون اشتراككم بالقناة، تفاعلكم معها. شكرا لكم وإلى اللقاء.